قال لهم هو طاب جنانه وانا هذا وين بديت. حوسوا ياكلون كيلو لوبيا اعزائي الفقاقير. هذا توزيع الحليب في مخيم بوزريعة. توزيع الحليب في مخيم بوزريعة هذا عن 3 أيام ولا 4 مواد غذائية عامة. نزيدكم من الشعر بيتا أعزائي الفقاقير. كاين واحد المواطن بعث لي رسالة كان ياخذ في الصور في لاشين هذه، خذا واحد الصور هكذا جاو ليه الشرطة عطوه القزولة وداوه للمركز تاع الشرطة وقالوا له تمسح تصويت لا فوتوغرافي وتصويت تمسح التصويرة. قالوا له حنايا نديروا لاشين تاع الحليب بصح تريح بيناتنا لأننا دولة إقليمية. حطها في الجزائر أعزائي الفقاقير واللي نروحوا نخطبوا بالحليب. أنا ذاك خطرة ولد عمتي راح خطب بباطاكاط ودار 2 شكاير حليب للداخل عطاوها له تسويت. هذا اللي يجيب 2 شكاير في الدم الكات 2 شكاير حليب ويديرهم في باطاكاط وعنده الإمكانيات